ايه رأيكم في الزبدة؟ طلعتها من الفريزر اهو، اتجمدت شوية. شايفين؟ خير ربنا كتير اهو. بسم الله. شايفين الزبدة قد ايه؟ شايفين الزبدة قد ايه؟ طلعت كمية الزبدة دي كلها ولسه كمان. كل ما بتخلص السمنة البلدي اللي عندي بجيب لبن واعمله زبدة واسيحه يبقى سمنة بلدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أرحب بكل متابعيني من مصر ومن خارج مصر ومن كل الدول العربية. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم الزبدة الفلاحي على طريقتي بأسهل الطرق. جبت لكم 2 كيلو لبن، وهفضي اللبن جوه الإزازة، وهفضي الكيلو التاني. قفلت الإزازة كويس وهسيبها يومين في مكان دافي. وبعد ما عدى يومين طلعت الإزازة بتاعت اللبن اللي أنا كنت شايلها في ضلفة المطبخ ولفها بفوطة. هفتح عليها دلوقتي. ايه رأيكم؟ شايفين؟ كونت قطع. هرج الإزازة دي 5 دقايق. الزبدة اتكونت في الإزازة. هفتح دلوقتي غطا الإزازة. اسمعوا الصوت. شايفين الزبدة؟ شايفين الزبدة قد ايه؟ شايفين الخير؟ ايه رأيكم؟ ده كله من 2 كيلو لبن بس. ايه رأيكم في الزبدة؟ صلوا على النبي. هرفع الطبق ده الفريزر 5 دقايق عشان الزبدة تجمد، وهلمها كلها في طبق. من 2 كيلو لبن زبدة. وكمان الشرش اللي طلع دوت في الإزازة، وهعجن بيه قرص أو كيكة كأنك عجنها بكيلو سمنة بلدي خالص. ما تنسوش الاشتراك ودوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد، وقولولي في التعليقات ايه رأيكم في الزبدة. مع السلامة.